أهلاً يا جماعة. تخيلوا إن ثانية واحدة في الشارع تغير مصيرك للأبد. حادثة بسيطة تجمع بين رجل غني وبارد المشاعر، وأم غلبانة شايلة هم بنتها وديونها. جوازة تبدأ بعقد وتضحية بالحياة، ومشاعر تدخل غصب عنها في وقت غلط. صراعات عائلية، مرض، تهديد، وحب ما كانش في الحسبان. يا ترى النهاية هتكون نجاة ولا وجع أكتر؟ يلا بينا نبدأ. بتبدأ القصة مع بنت الصغيرة كانت بتجري ورا قطة بجنون في نص الشارع، ولما أمها هاي سو شافتها صرخت من الخوف وجريت عليها. في اللحظة اللي حضنت فيها بنتها، عربية جي هون وقف الفرامل في آخر ثانية. الحادثة اتفادت، بس هاي سو وقعت من الصدمة. البنت كانت بتعيط بهستيريا وتنادي على أمها، والناس اتلمت بسرعة حواليهم، وحد زعق في جي هون وقال له ما يقفش يتفرج وياخدها على المستشفى. ساعتها بس جي هون فاق من صدمته وجرى بيها على الطوارئ. الإشاعات انتشرت والناس كانت بتقول إن أم البنت ماتت. بعد شوية جي هون جاله اتصال من صاحبه وقال له إن الحادث بسيط وإن هاي سو عايشة. ومع كده جي هون أصر إنها تعمل فحوصات كاملة علشان يطمن ما يبقاش فيه مضاعفات بعدين. هاي سو ست حظها أسود لأقصى درجة. فقدت جوزها وهي صغيرة واتساب لها ديون كبيرة، وحماتها القاسية طردتها من البيت، واضطرت تعيش لوحدها مع بنتها اللي عندها 7 سنين، أون سونج. كانوا عايشين يوم بيوم ومش عارفين هيلاقوا أكل ولا لأ. وقبل ما هاي سو حتى تخرج من المستشفى في نفس اليوم، دائنين الديون وصلوا لها. من الرعب مسكت إيد بنتها وجريت، وركبت عربية جي هون وهي بتترجاه: أنا أسفة، سامحني يا أستاذ. أول ما الرجالة اختفوا، هاي سو أخيراً خدت نفسها. بس جي هون وهو متعصب شدهم من العربية وهددها ما تدخلش حياته تاني، وما سمعش أي تفسير منها، ومشي وهو مقتنع إنها بتستغل بنتها علشان تنصب عليه. في نفس الليلة جي هون كان قاعد بيتعشى بهدوء مع عيلته، لحد ما حد تقيل دخل فجأة. ست كبيرة في السن وسكرانة اسمها أوميران وقفت على الباب. دي كانت أمه الحقيقية اللي سابته بعد ما ولدته نتيجة علاقة محرمة، ورغم إنها اترمت عمرها ما بطلت تحلم إنها ترجع يوم لحياة الرفاهية اللي دقتها زمان. كانت عايشة سكرانة ومتمسكة بأمل كذاب. جي هون وهو مكسوف من تصرفاتها قرر ياخدها ويمشي. في نفس اللحظة أخوه دخل ومعاه حبيبته الجديدة سيون، اللي هي أصلاً الأكس بتاع جي هون من 2 سنين. الجو بقى محرج بشكل لا يحتمل. بعد كام يوم الممرضة كلمته وقالت له إن أوميران دخلت العناية المركزة. الدكتور شرح له إن بسبب تلف الكبد المزمن حالتها وصلت للمرحلة الأخيرة. جي هون اتشل، ما كانش يقدر يسيب أمه، والحل الوحيد كان يلاقي متبرغ مناسب. وفي نفس الوقت حياة هاي سو كانت بتسوء أكتر وأكتر. ديون جوزها المتوفي كانت سحقاها، والمرابين ملحقينها ليل نهار. ولما كانت تعترض كانوا بيسخروا منها، وفي الآخر هددوها أنهم ياخدوا بنتها مقابل الفلوس. اللي كان مخلي هاي سو عايشة هي أون سونج. حلفت إن مهما حصل ما ينفعش أي حاجة تأذي بنتها. حاولت تستنجد بصحابها، بس محدش كان مستعد يرمي فلوسه في حفرة ديون ملهاش آخر. وهي تايهة ومكسورة مشيت كتير لحد ما فجأة اكتشفت إن بنتها مش جنبها. الخوف أكل قلبها، وتهديدات الدائنين كانت بتدور في دماغها. جريت وهي بترتعش، والحمد لله لقت أم سونج واقفة في نفس المكان. ومع إن ملهمش أي ملجأ، أخدت بنتها وراحت المطعم اللي كانت بتشتغل فيه شغلانة مؤقتة. وهناك بالغلط سمعت مكالمة لهان جي هون، مكالمة كانت هتربط مصيرهم ببعض أكتر من أي واحد فيهم كان يتخيل. وبمحض الصدفة سمعت سر صادم عن صاحب الشغل: لو قدرت توصل للفلوس دي كل مشاكل حياتها هتختفي. لمت شجاعتها وقالت إنها مستعدة تتجوزه. بس أول ما رفعت عينيها اتجمدت. مش ده نفس الراجل بتاع اليوم المشؤوم؟ الشخص اللي كانت قربت تخبط فيه بالعربية بقى دلوقتي صاحب شغلها. هاي سو اتصدمت. من غير تفكير شالت بنتها على ظهرها وجريت وهي مرعوبة. وبعد ما هربت بس ساعتها فهمت قد إيه اللي عملته كان تصرف أحمق.
وفي نفس الوقت أم جي هون الحقيقية عرفت إن وقتها قرب يخلص. لبست هدوم اشتراها ليها الراجل ده من 30 سنة وراحت تودعه الوداع الأخير، بس ما كانتش عارفة قد إيه قلبه قاسي. حتى لو ماتت ما كانش فارق معاه. العشيقة اقتحمت البيت بوقاحة، والزوجة الشرعية زقت الراجل وقعته على الأرض قدام ابنه. لما جي هون شاف أمه مكسورة ومهانة قلبه اتكسر. حياتها كانت مأساوية كفاية وما قدرش يسمح ليها إنها تموت بالشكل ده. حتى الدائنين لحقوا هاي سو للمطعم، بس المرة دي العمال وقفوا معاها وطردوهم. مساعد جي هون فضل يدور على ستات ينفعوا للجواز، بس ولا واحدة كانت مناسبة، ولا واحدة ممكن تضحي بنفسها علشان أمها، والوقت كان بيجري. ومع إنه ما كانش عنده اختيار، جي هون بلع كبرياءه وراح لهاي سو بنفسه. قرب منها وهو في موقف قوة، بوش بارد ومتغطرس، ومقتنع إن الفلوس لوحدها هتخليها توافق. ومن غير تردد هاي سو لفت ظهرها ومشيت. بس القدر كان ليه رأي تاني. في اللحظة اللي قررت فيها تكمل وتقاوم، خبر مدمر ضربها في الصميم. نسبة نجاتها كانت ضعيفة جدا. هاي سو دخلت في حالة يأس تام، وسألت نفسها هل في حد في الدنيا اتظلم أكتر منها؟ ضربة قاسية جديدة خلتها تفقد الرغبة في الحياة. ما قدرتش تفهم هي عملت إيه غلط عشان تتحاسب بالقسوة دي. وفجأة صوت إعلان في السماعات رجعها للواقع. أول حاجة جت في بالها كانت بنتها. الناس اللي بالكاد عايشة مش لاقية تاكل، إزاي هيبقى عندهم فلوس علاج؟ اللي كسرها مش ضربة واحدة نهائية، لكن ضربات صغيرة كتير ورا بعض، لحد ما بقت مش قادرة تاخد نفسها. في الليلة دي هاي سو نومت أون سونج وغطتها بالبطانية بهدوء، وهي ماسكة إزازة حبوب في إيدها اللي كانت بترتعش. حست بمرارة وغضب ناحية جوزها اللي مات وسابها لوحدها تواجه الحياة المؤلمة دي. شكوى ووجع وحزن ويأس، كل الإحساس ده انفجر مرة واحدة. حياتها كانت كلها معاناة، بس لو اختفت هي هيحصل إيه لبنتها؟ بالنسبة لهاي سو كل حاجة دلوقتي بقت بتدور حوالين مستقبل أون سونج. كان لازم تخطط للطفلة اللي ممكن تسيبها وراها، وبالشجاعة القليلة اللي فاضلة جواها قررت تستغل أي وقت باقي إنها تجمع أكبر قدر ممكن من الفلوس علشان بنتها. ومن هنا راحت تقابل جي هون، ووافقت تدخل في جواز مزيف معاه، وفي المقابل تتبرع بجزء من كبدها علشان تنقذ أمها. واحد محتاج فلوس والتاني محتاج حياة، وبما إن القدر جمعهم قرروا يثبتوا علاقتهم فوراً ويحققوا في وضعهم. ومن غير أي إنذار القدر زق جي هون وهاي سو خطوة أقرب لعقد يربط حياتهم ببعض بشكل أعمق بكتير مما كانوا متخيلين. محدش كان عارف هيقدروا يعدوا تحقيق الأخصائيين الاجتماعيين ولا لأ. من اليوم ده بقوا بيقضوا كل يوم وليلة يحفظوا تفاصيل بعض ويجهزوا نفسهم لتحقيق المستشفى، لكنهم ما كانوش متوقعين التفتيش يجي بالسرعة دي. قدام أسئلة الأخصائي الاجتماعي اللي كان بيسأل بابتسامة طول الوقت، الاتنين قدروا بطريقة ما يعدوا الموقف ويضحكوا عليه. في الآخر الأخصائية الاجتماعية طلبت طلب أخير. قالت المرة الجاية عايزين يشوفوا الطفلة ولازم يجيبوها معاهم. جي هون كان هيعيط من القهر. الطفلة دي مستحيل تتسيطر. عشان يكسب حب أون سونج ملى العربية لعب على آخرها واشترى لها هدوم وجزم حلوة. هاي سو جابت بنتها على المطعم عشان تقابله، وأون سونج فهمت بسرعة إن الراجل ده حبيب أمها الجديد. رمت الهدوم والجزم على جنب وجريت على بره. تاني يوم جي هون خطط بعناية مقابلة في الملاهي، وحاول بكل طاقته يرضي الأم والبنت، بس أون سونج ما كانش عندها أي مشاعر ناحيته. حتى الآيس كريم اللي جابهولها وقعته على الأرض، وقعدت تعيط وتترجى أمها ما تسيبهاش للعم الغريب ده. جي هون قعد لوحده محبط ومكسور، وافتكر طفولته هو كمان، إحساسه الدائم بعدم الأمان، وإزاي أمه بقسوة بعدته عنه. افتكر عيشته مع القرايب وشاف أمه هي بتغرق في اليأس، والمشهد الصادم لمحاولتها الانتحار. الجروح القديمة دي خلت قلبه يوجعه أكتر على أون سونج. بس ميعاد المقابلة كان بيقرب، والطفلة لسه رافضة تقابله. من اليأس جي هون بدأ يدور على النت على أي حيلة تكسب قلب طفل، وحتى ضغط على هايسو إنها تحاول تقنع بنتها أكتر. تاني يوم هايسو خدت أون سونج تزور ضريح أبوها. كانت عايزة جوزها يشوف قد إيه بنتهم كبرت
وكانت بتدور على قوة تكمل بيها الحياة. في طريق الرجوع هايسو انهارت وعيطت، وأونسونج اللي كانت أنضج من سنها مسحت دموع أمها بإيديها الصغيرة وقالت لها كلام دف قلبها. هايسو شدت بنتها في حضنها بقوة، ورغم كل ده هايسو ما قدرتش تقنع أونسونج بالكامل. لما الأخصائي الاجتماعي سأل ليه الطفلة ما ظهرتش قبل كده، جي هون اتلخبط وردوده كانت متناقضة وخلى الشك يدخل قلبهم. الأخصائي حذرهم إن الموافقة مش مضمونة. أعصاب جي هون شدت، وفي اللحظة المناسبة وصلت هايسو ومعاها أون سونج. بكلمتين بريئين بس الطفلة شالت كل الشكوك، وأخيراً جي هون طلع نفس طويل من الراحة. في نفس الوقت ميران اللي حالتها كانت خطيرة اتأثرت جداً بتضحية ابنها، عشانها كان مستعد يضيع مستقبله كله. رغم إنه دايماً كان بارد وقليل الكلام، قال لها كلمات حنينة طمنت قلبها. قدام البر ده ميران حست بذنب تقيل، وفي يوم راحت المطعم وشافت هايسو بالصدفة، واتصدمت لما عرفت إن الست اللي ابنها ناوي يتجوزها مش طالبة أجنبية زي ما كانت فاكرة، لكنها عاملة بسيطة فقيرة في المطعم. قلبها وقع أكتر، ومن غير ما حد ياخد باله ميران سابت المطعم بهدوء. لما هايسو رجعت بالشاي السخن لقت الكرسي فاضي، قلبها وقع وجريت تدور عليها بره. ميران ما كانتش عايزة تبقى عبء على ابنها، فجريت وسط العربيات. في آخر لحظة هايسو مسكتها وشدتها بعيد، بس ميران كانت بتقاوم بجنون ومصممة تموت، وبتقرب تاني من العربيات. هايسو لفت دراعاتها عليها ومرضيتش تسيبها، وهايسو ركعت قدام حماتها وهي بتعيط بحرقة. من بعيد جيهون شاف المشهد وشاف هايسو وهي بتتوسل عشان تنقذ أمه، وحس بحاجة غريبة اتحركت جواه. بعد ما رجعوا أمه المستشفى جيهون أصر يوصلها بنفسه. لما شافها بترتعش من البرد زود التدفئة بهدوء وحط الجاكيت بتاعه على كتافها. من زمان قوي ما حد اهتم بيها بالشكل ده، وهايسو حست بدفى غريب مالي صدرها. في اللحظة دي ناون حبيبة جيهون السابقة شافتهم وهم نازلين من العربية بالصدفة. هايسو جريت تفتح لها الباب بسرعة عشان تمنع أي سوء فهم. في الليلة دي هايسو راحت لجيهون تكلموا عن العملية اللي جاية، ولسه ما كملتش كلامها جرس الباب رن. اتخضت واستخبت بسرعة. ناون قالت إنها سابت أخو جيهون وعايزة ترجع له فجأة. حضنته بس هو زقها فوراً، وهي ماشية شافت هايسو مستخبية وقررت تسأل. من غير تردد جيهون شد هايسو في حضنه واختارها قدامها بوضوح. ناون من الغضب والكسرة خبطت الباب ومشيت. من اللحظة دي التعقيد العاطفي بين التلاتة بدأ رسمي. لما هايسو شافت إن ناون لسه مشاعرها موجودة طلبت من جيهون يوضح لها كل حاجة، وبالعقل والقلب هايسو حاولت تقنع نفسها، لكنها ما كانتش تعرف إن جيهون كان بالفعل بدأ يحبها بجد. وبعد ما زعق لها جامد وخرجها بره هايسو افتكرت جوزها اللي مات، ووجع الذكرى رجع بقوة. تاني يوم خدت أونسونج تزور ضريح أبوها، وما قدرتش تمنع دموعها تنزل في صمت. وفي نفس الوقت جي بتزور قبر ابنها، ومن بعيد شافت حفيدتها اللي ما شافتهاش من سنين، وقلبها اتقبض بالذنب والندم. لسنين طويلة كانت بتعامل هايسو كأنها عدوة، وبعد وفاة ابنها طردتها من البيت. لما أخدت صورة أونسونج معاها البيت اتكشفت إن الطفلة شبه ابنها بالظبط وهو في نفس السن. ساعتها قررت أخيراً تسيب الحقد اللي في قلبها وتروح تزور الأم وبنتها، بس ابنها اللي بالتبني وقفها وقال لها ما تتدخلش في حياتهم تاني. هايسو دلوقتي بقى عندها راجل في حياتها ولازم تسيبها تعيش وتفرح. اليوم ده المطعم كان زحمة بشكل غريب، ومع اقتراب ميعاد استلام الطفلة هايسو بدأت تقلق. على غير المتوقع جيهون عرض يروح يجيب أونسونج بنفسه، وهو واقف قدام الطفلة الصغيرة جيهون لقى نفسه مش عارف يقول ولا كلمة. أونسونج قالت لجيهون بهدوء يحب أمها كويس وما يسيبهاش أبداً زي ما أبوها عمل. جيهون بص للطفلة بعطف كبير. لما حمات هايسو السابقة سمعت إن مرات ابنها دخل حياتها راجل جديد جريت عليهم وسخرت من هايسو بقسوة وكلام سام. هايسو اتكسرت من جوه وما كانتش قادرة تشرح أو تدافع عن نفسها. أول ما شافت جيهون شايل حفيدتها أعصاب الأم انهارت، ومن شدة الوجع مشيت بسرعة. هايسو جريت وراها بس اتزقت ووقعت على الأرض. جيهون جري يساعدها ويقومها ومش فاهم ليه هي مهتمة قوي بالست دي. بعدها قال لها إن أول ما المراجعة تتوافق عملية الزرع هتتعمل. كان المفروض يكون خبر حلو،
بس هايسو ما قدرتش تحس بالفرح، والدموع في عينيها قالت لجيهون إن ممكن ما تطلعش من العملية عايشة. الجو اتشد فجأة، وفي اللحظة دي أبو جيهون وصل المستشفى وقلب الدنيا. أم جي بسرعة طلبت من الدكتور يمشي، وبعدين لفت لجوزها وقالت إن هايسو مجرد مرافقة بترعاها، وإن اهتمامها خلى الدكتور يفتكرها بالغلط مرات ابنهم. جيهون مد إيده لأبوه، بس أبوه نفض إيده بعنف وزعق فيه: مش كنت مسافر إسبانيا؟ إزاي ظهرت هنا؟ أم جي حاولت تفضل هادية وقالت إنه مجرد تعب بسيط. بس جوزها ما أظهرش أي اهتمام، بالعكس اتهمها إنها بتمثل إنها عيانة. كلامه كان قاسي لدرجة إنها كانت على وشك تقع من الغضب والذل. وسط الخناقة واللخبطة، هايسو استغلت الفرصة ومشيت بهدوء. أم جيهون طردت الراجل العجوز وهي مقهورة وقفلت الباب وراه بعنف، بس أبوه لسه مش مقتنع إن هايسو مجرد مرافقة. في نفس الليلة استدعى هان ابنه البيت وحقق معاه، ولما حس إنه خلاص ما ينفعش يخبي، اعترف إن هايسو حبيبته. أول ما أبوه سمع كلمة مراتي، وشه نور وفرح قوي، وضحك وقال لازم يشوفها فوراً. تاني يوم على طول جي هون خد هايسو على مول فخم يجهزها. الفلوس ما كانتش فارقة معاه ولا بص حتى في الأسعار، إنما هي أول ما شافت التيكيتات اتصدمت. بعد ما لبسوها من فوق لتحت بقت شكل تاني خالص، وعلى السفرة كانت هادية وأنيقة. أبوه سألها بصراحة إيه اللي عجبه في ابنه، خصوصاً إن جي هون معروف ببروده وصعوبته. هايسو ترددت شوية وبعدين ردت بصدق، قالت إنها ما حبتهوش عشان فلوسه ولا مكانته، لكن عشان لحظات بسيطة من الطيبة كان بيعملها من غير ما حد ياخد باله. أبوه ما اقتنعش، لسه مش ناوي يسيب الموضوع، فراح يواجه ابنه. دخل المطعم بعصبية وفجأة شاف ست بتنظف عند الباب شكلها مألوف. ركز شوية وقال: مش دي حبيبة جي هون؟ الموظفين قالوا له عادي إنها متجوزة وعندها طفل. في البيت رئيس العيلة انفجر في ابنه واتهمه بالكذب. في اللحظة دي الابن الكبير دخل وهو بيعيط وبيشتكي، وطلب من أبوه يقف في صفه. أبوه وبخه ببرود وقال له إنه فاشل وطرده بكلمتين قاسيين. وفي نفس الوقت في المدرسة، أن سونغ كانت بتتعرض للتنمر عشان ملهاش أب. في يوم ولد كبير داس على سكوتر بتاعها، وقبل ما الموضوع يكبر حد تدخل وحماها. أن سونغ قالت بفخر: ده بابايا. الكلمتين دول دفوا قلب جي هون، وابتسم وقضى اليوم معاها وهي بتلعب بالسكوتر. طفلة عمرها ما حست بوجود أب ضحكت من قلبها لأول مرة، ولما رجعوا البيت مسكت في إيد جي هون وسحبته جوه ومرضتش تسيبه. في اللحظة دي جي هون فهم إن العقد ده بقى أكتر من مجرد اتفاق. رجع البيت وهو مبسوط بشكل غريب وبيضحك زي طفل. تاني يوم بالليل هايسو سخنت فجأة وحرارتها عليت وجسمها كان بيرتعش من البرد. جي هون جاله اتصال من أن سونغ وهي مرعوبة ومش عارفة تشرح اللي بيحصل. من غير تردد راح لهم، خدوا هايسو على المستشفى. لما فاقت خافت مرضها الخطير يتكشف، ورفضت تتحجز وقالت إنها كويسة وإن العملية تمشي في ميعادها، بس حرارتها لسه عالية. جي هون معرفش يطمن، حضر أكياس تلج وفضل جنبهم طول الليل. وهو نايم تعبان جنبها، هايسو حست بدفى غريب في قلبها، وحتى وهي عيانة أصرت تكمل شغل. جي هون كان في سفر شغل، بس أول ما عرف رجع بسرعة، ولدهشتها الراجل اللي عمره ما دخل مطبخ عمل لها ستيك بإيده. أول مرة في حياتها تقعد على سفرة وتحس إنها ضيفة. الإحساس كان مريح بشكل غريب. فجأة موظف رجع، هايسو خافت وسحبت جي هون يستحبه وحطت إيدها على بقه عشان ما يطلعش صوت، ونجوا بالعافية. وهم قريبين من بعض وبصين في عين بعض، الجو اتغير بهدوء. في يوم جي هون كان طالع مع أن سونغ تشوف قطة، وفجأة أبوه ظهر، ولما شافه بيطبطب على طفل مش ابنه جري عليه وضربه بالقلم. الطفلة خافت وجريت في حضن أمها. أبوه هدده يا يطلق هايسو فوراً يا يبلغ عنها بتجارة أعضاء، وأجل العملية. جي هون واجهه بغضب وسأله ليه مش راضي يسيب أمه تعيش. هايسو ركعت وطلبت منه ما يعملش كده، بس ده زوده عصبية. من أول ما الأب دخل كل حاجة خرجت عن سيطرة جي هون. بعدها استدعى هايسو وحددها بالطلاق، ولو ما حصلش هيقطع أي دعم مادي. لما عرفت إن العملية اتلغت توسلت له، لكنه ما تأثرش.
وهي راجعة الأتوبيس أم جي هون كلمتها وقالت لها إنها سامحتها وبتتمنى لها السعادة. هايسو تأثرت قوي، نزلت من الأتوبيس وفهمت ساعتها إنها نسيت موبايلها. دورت كتير وما لقيتوش. السواق وبخها، وفي اللحظة دي كل حظها الوحش نزل عليها. مرض قاتل وهي صغيرة، والزرع كان الفرصة الوحيدة تسيب لبنتها فلوس. ما قدرتش تستحمل، وقعت على الأرض وعيطت وهي بتلعن قسوة القدر. جي هون لما عرف إنها راحت لأبوه دور عليها في كل حتة، ولما يئس شافها راجعة بعينين فاضية وروح مكسورة. جري عليها وحضنها بقوة. عرف إنه أبوه لغى عملية أمه وما كانش في إيده حاجة يعملها. شرب لوحده وأبوه فضل يتصل. الشروط كانت واضحة، العملية تتم وبعدها يطلق هايسو وما يشوفش أمه تاني، وكل حاجة تمشي بأوامره، لو قال شرق ما ينفعش غرب. جي هون ما صدقش إن ده طالع من أبوه، بس عشان أمه وافق غصب عنه. تاني يوم أبوه رتب له مقابلة جواز، والمفاجأة كانت نوان اللي لسه سايبة أخوه الكبير. طلعت قالت للأب إن اللي بتحبه بجد هو جي آن. الأب أعلن إن جي هان ونوان لازم يكونوا مع بعض. مشهد مهين وغريب، وأخوه الكبير اتجنن من الغضب. نوان راحت لهايسو وقالت لها إنها رجعت لجي هان. هايسو اتوجعت بس بركت لها. بعدين نوان جابت أصحابها المطعم وعرفتهم بجي هان. أخوه الكبير دخل يعمل فضيحة. جي هان مشي وأخوه لحقه وحاول يضايق هايسو فصرخت. جي هان جري وضربه ووقعه. في اللحظة دي اختار يحمي هايسو، بس ما بقاش من حقه يحبها. عشان أمه وافق يطلق هايسو ويقطع علاقته بأمه بعد العملية. قبل العملية بيوم راح لأمه وافتكر أيامهم الصعبة بس السعيدة. اتمنى تعيش من غير كره. هايسو راحت المستشفى، لقت الأوضة فاضية ورسالة بس. أم جيهان قررت تسيب العملية وترجع بلدها تعيش بهدوء. جيهان لما عرف راح لها وشاف صورهم وافتكر أمنيتها، صورة عيلة. جاب هايسو وأنسونغ وسافروا بلدها. في الأول افتكر إنه جاي يرجعها غصب، بس طيبة هايسو وبراءة أنسونغ أخثروا بيها. حست بدفى العيلة. جريوا على البحر وقت الغروب وكأن الهموم اختفت. خدوا صورة عيلة، ورغم إنهم مش عيلة دم كانوا أقرب من أي حاجة. أمه كانت راضية وشكرته. العملية اتلغت والعقد انتهى. ودعوا بعض، قال له إنه اللي كسر العقد وهيعوضها. ابتسم والدموع في عينه، لكنها ما سابتش إيده وبسته خده. رغم إن الجواز بدأ بعقد، بقى نور في حياتها المأساوية وحبته بجد. يمكن أبعد مسافة في الدنيا إنك تبقى قدام اللي بتحبه ومش قادر تفتح قلبك. ورم المخ عند هايسو كان بيكبر والأعراض بدأت تظهر. ما كانتش عارفة فاضلها قد إيه في الدنيا. فضلت تزق جيهون بعيد عنها وترفض أي اهتمام منه. العقد انتهى وهي كانت مخططة تعيش بهدوء مع أونسونغ. جيهون حاول يلحقها بكل يأس بس كان متأخر. هايسو ضغطت على إيديها اللي بترتعش وبصت له من بعيد وقلبها تقيل من الحزن. لما وصلت المستشفى رد الدكتور صدمها. نسبة العيش 5 سنين ما تعديش 30%. هايسو توسلت له ينقذها، كانت عايزة تعيش بأي تمن، مش قادرة تسيب أونسونغ ولا جيهون. الدكتور ما قدرش غير يبتسم ابتسامة غريبة ويبدأ العلاج. الأعراض الجانبية كانت قاسية، وهايسو كانت بتستخبى في الحمام ترجع عشان بنتها ما تشوفهاش. وشها شحب وبقت تعتمد على الميك اب عشان تخبي ضعفها وتبان قوية قدام الناس. لسه في أوائل العشرينات وكان قدامها عمر، بس القدر كان مصمم يعذبها. بسبب علاقتها بهايسو أبوه جمد كل كروت جيهون. عشان يصرف عليها رهن عربياته الفخمة وباع ساعاته وحتى استلف فلوس كانت مخصصة لفرح صاحبه. جيهون اختار دبلة حلوة ودعاها تقابله وكان ناوي يتقدم لها، بس هايسو رفضت بقسوة وخلته ما يختارش بينها وبين مستقبله. راحت لأبوه وقدمت له فلوس وقالت له لو ما وافقش على الطلاق مش هتسيب جيهون. هي ما كانتش عايزة تعطله ولا تخليه ضحي أكتر عشانها، فتمسكت بالطلاق وببرود. قبل كده كانت مندمجة بمشاعرها زيادة، واللي حصل الليلة دي كان مجرد غلطة. هي ما حبتهوش بجد. كلامها لخبطه وجرحه قوي. فضل يسألها وهي ثابتة على موقفها. بالنسبة لها ما كانش قدامها اختيار في كده، وهي ماشية كانت مستسلمة لمصيرها. في نفس الوقت رئيس هان وصله خبر عاجل إن حبيبته القديمة دخلت المستشفى، حالتها خطيرة. خاف تأثر على ابنه تاني فراح بنفسه يتدخل. هناك قابل أخوها الكبير اللي بصله بغضب شديد وقال له لولاك أختي ما كانتش وصلت للحال ده.
وببرود شديد قال له مفيش حل تاني، وحط فلوس في جيبه وقال دي مصاريف الدفن، مع إن الست لسه عايشة. الكلام الوحش ده ولع غضب الأخ، زقه ورمى الفلوس على الأرض وطرده. في الوقت ده جي هون جري على أمه، وعمه قال له إنه هيتبرع بجزء من كبده عشان أخته. لما عرف إن أمه ممكن تعيش فضل يشكر عمه من قلبه. هيسو لما عرفت إن عملية أم جي هون هتتم حست بذنب تقيل. لو كانت وافقت على الزرع من الأول ما كانش ده كله حصل، بس صحتها ما بقتش تسمح. لما سمعت إن عمه مستعد يساعد مسكت إيده وعيطت بجنون كأن أمها هي اللي على السرير. عمه بصلها باستغراب. بعد ما خلصت علاجها هيسو كانت مرهقة وقاعدة لوحدها. جي هون طلب يقابلها في المحكمة تاني يوم. لما موبايله رن كانت هيسو بتتصل، بس الصوت كان صوت حد غريب. نسيت شنطتها وموبايلها في المستشفى، وممرضة لقيتهم. جي هون راح ياخد حاجتها ولاحظ كيس أدوية في شنطتها. دخل للدكتور وقال إنه جوزها وتوبخ جامد. إزاي تستحمل العلاج القاسي ده لوحدها من غير جوزها؟ لما عرف إنها كانت بتحاول تحميه من القلق دموعه نزلت غصبا عنه. كده فهم ليه كانت بتبعده طول الوقت. حط حاجتها على الريسبشن وشافها وهي بتدور عليها بقلق وهو مستخبي في ركن. مشاعره كانت ملخبطة. رجع لأوضتها القديمة وافتكر كل لحظة صغيرة جمعته بيها وبأونسونج، والدموع نازلة من عينه من غير توقف. مد إيده لها وحس بالذنب لأنه عاجز يساعدها. هيسو وهي عارفة أن جي هون قريب هيطلقها قصت شعرها الطويل وحطت ميك اب جميل. جي هون كان مستنيها وأكلوا مع بعض أكل بسيط، وبعده دخلوا فيلم. مشيوا سوا في شوارع الخريف وهو بيتفرج عليها وهي بتضحك زي الأطفال. جواه كان حزن كبير. وفي الآخر رجعوا المحكمة. هيسو قالت موافقتها بصدق، بس جي هون خطف ورق الطلاق وقطعه. سألته بيعمل كده ليه، فقال بهدوء أنا هأنقذك. بصلها بعزم ما بيتهزش وفضل يكرر نفس الجملة، أنا هأنقذك. زمان كانت هي النور في حياته ودلوقتي جاي دوره يحميها. قال لها لو محتاجة فلوس استخدميني أنا. بعد سنين طويلة من الوحدة وعدم السند هيسو أخيرا سابت نفسها تقع في حضن الراجل الطيب ده وعيطت من قلبها. في المستشفى جي هون سأل فورا عن حالتها وكلم دكاترة من بره البلد. كان مصمم يعمل أي حاجة عشان يعالجها مهما كان الثمن. في نفس الوقت هيسو ودعت زمايلها في المطعم وقررت تكرس نفسها للعلاج، وقبل ما تمشي قدمت للشيف الرئيسي شكر مفاجئ. أثناء العلاج كانت قاعدة على كرسي تعبانة ومنهكة من الوجع والأعراض الجانبية. ما كانتش متوقعة جي هون يظهر جنبها كأنه حارس شخصي. ده ضايقها لأنها ما كانتش عايزة تحس إنها ضعيفة أو محتاجة شفقة. فلحظة عصبية حاولت تزقه بعيد، لكن فجأة الراجل اللي كان بيلف وراها عشان يوقعها على أوراق وقف قصادها ومنعها تمشي. خافت واضطرت تمشي معاه الكافيه قريب. هناك طلع ورقة وطلب منها تمضي. طلع إن أخو جي هون الكبير مأجر ويضغط عليها تمضي على ورقة بيع أعضاء مزورة. هيسو رفضت بحزم وهو مشي مقهور بعد ما قفل قدامه كل السكة. ما استسلمش ورجع المطعم، بس جي هون والشيف الرئيسي خلصوا عليه بسرعة. جي هون وهو مولع من الغضب لما عرف إن أخوه ورا الموضوع راح هدده أي حد يقرب لهيسو هيخلص عليه. هيسو في الوقت ده بعتت بنتها أونسونج تقعد عند صاحبتها وقفلت موبايلها. جي هون اتجنن وهو بيدور عليها لحد ما عرف إنها رجعت بيت طفولتها. الذكريات البسيطة الجميلة رجعت لها حنين وحزن في نفس الوقت. في الليلة دي صداع رهيب ضرب راسها وما استحملتش، وكلمت جي هون وهي بالكاد قادرة تتكلم. صوتها كان بيرتعش وهي بتعترف بخوفها وضعفها. جي هون وصل لها فوراً وضمها وقال لها بهدوء ما تخافيش، كل حاجة هتبقى تمام. لأول مرة من زمان هيسو فتحت قلبها بجد واستسلمت للأمان في حضنه. في نفس الوقت أب جي هون رجل الأعمال الكبير اكتشف إن ابنه الصغير متورط في فضيحة. على طول شك في مين ورا الإشاعات. الابن الكبير كان فاكر الدنيا هادية، لكن اتصدم لما أبوه دخل عليه وهو غضبان وقاله بغضب مش قادر تشوف أخوك ناجح؟ يا غبي، زعق فيه وطلع ملف تقيل مليان شكاوي وعرائض بتتهمه بإساءة استخدام فلوس الشركة وتشويه السمعة. لو الموضوع ده ما تحلش هفضح الكل، هدده وضغط عليه جامد. وسط كل اللخبطة دي هيسو بدأت تحس بسعادة متأخرة. الحاجات الصغيرة دي، أمان بنتها، إخلاص جي هون، بقوا أغلى حاجة في الدنيا. كانت دايماً قوية ومعتمدة على نفسها، بس دلوقتي سمحت لنفسها تسند على حد. مدت إيدها وأخيراً قبلت الدبلة اللي استنتها كتير. جي هون وهو عارف إن أخوه بيدبر في الضلمة حب يهدي الدنيا، فكتب استقالته وبعتها لأبوه. الأب لما شاف الاستقالة فهم إن المواجهة بقت حتمية. أخد هيسو وأونسونج على عشاء فخم وسمح لنفسه يستمتع بالفرحة البسيطة دي. أخيراً جي هون وهيسو بقوا مع بعض.
اشترى بيت كبير ودفاه وجهز كل حاجة لطلب جواز رومانسي. اتفق يقابلها الساعة 5 ويطلب منها تكمل عمرها معاه، بس وهي في الطريق هيسو أغمي عليها. جروها على المستشفى والدكاترة قالوا حالتها خطيرة، العملية لازم تتعمل فوراً، بس لازم يوقع على الموافقات. جيهون قعد متحير ومكسور بيفكر في كل الاحتمالات. في الليلة دي العملية نجحت والدكاترة قالوا إن حالتها استقرت دلوقتي، بس الخطر ممكن يرجع في أي وقت. جيهون رجع حيسو وأنسونج البيت الجديد. لما شافت الدفى والترتيب اتأثرت قوي. رغم المرض جيهون منسيش يعمل لها طلب جواز رومانسي، ومع رجوعها للشغل في المطعم بدأت تحس بتغيرات في جسمها. فهمت إن وقتها محدود وقررت تعيش بجد وما تهربش من الواقع. طلبت من جيهون يساعدها تحقق أمنية ورا التانية من غير ندم ولا حاجة ناقصة. الحياة اكتشفت توازن رقيق بين بكرة والمفاجآت، وفي اليقين ده هيسو وجيهون لقوا أعمق فرحة في حياتهم. وفي الآخر القصة دي بتفكرنا إن الحب الحقيقي مش دايما بيجي في الوقت الصح، بس لما بيجي بيبقى طوق نجاة. أوقات العمر ما بيبقاش طويل، بس اللحظات اللي بنعيشها بصدق بتعيش جوانا للأبد. اختار إنك تحب، تختار إنك تتمسك، لأن اللي بينقذنا مش بكرة، اللي بينقذنا إننا نعيش النهاردة. لو القصة لمستك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وقولي في الكومنت رأيك. سلام.